فيديو جديد مليان افكار. المرة دي بجد هتعجبك جدا، كلها افكار للمطبخ. تعالوا ونشوف اول فكرة معانا ازاي نحافظ على الموز لمدة طويلة. السر هو ان انتي تحطي له ورق فويل من فوق كده، وده يقعد معاكي لاطول فترة ممكنة. تاني فكرة وهي الريم بتاع الفراخ، انا بشيله بالكيتشن بيبر او ورق مناديل المطبخ. بيبتدي الريم يتشال من غير ما تهدري شوربة كتير. جربيها هتعجبك الفكرة دي. لو انت بقى من الناس اللي بتحب اليو في، جربي كده تحطي قبل ما تحطي ايديكي في اليو في تدهنيها صن سكرين عشان ايديكي ما تعجزش بدري بسبب الكتر اليو في. لو البيض وقع منك واتكسر في الارض، ما تشيلهوش بمنديل ولا ليفة ولا صابون، لان ده هيخلي يفرش اكتر في الارض وهيزفر ريحة الليفة وكل ده. هنحط عليه ملح بالشكل ده وبعدين هنلمه بالمنديل. هيبتدي ان هو يكون معانا كده كلكيعة كبيرة نقدر نشيلها بالمنديل بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين. والملح كمان هيمتص ريحة الزفارة كلها من على الارض، فتقدري بعد كده ان انتي تمسحيه بمنتهى السهولة من غير ما تدعكي كتير. تنظيف الساندوتش ميكر ده من اصعب الحاجات اللي بتقابلنا. انا بسخنه شويه واحط له ورق مناديل وابتدي اضيف له خل، وبعد ما اضيف له الخل ده اقوم اشد الفيشه واسيب المنديل ينشف خالص، وهتلاقي ان الدهون كلها اتجمعت واتشالت بمنتهى السهوله من غير ما تستخدمي بقى كيماويات ولا تنزليه تحت الحنفيه والكلام ده. والخل طبعا صحي وبيقضي على الجراثيم كلها وبينضفه وبيعقمه حلو جدا زي ما انتوا شايفين. بنحرك المنديل كده ونجيب منديل تاني نضيف ونشيل بقية الدهون لغاية ما تتشال معانا خالص بالمناديل، وهنلاقيه رجع زي الفل زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. جربوها وقولوا لي رايكم. طب الفكره اللي جايه دي بقى، ودي حبه حاجات عشان نحافظ على البقوليات في المطبخ. اول حاجه حطي ورق الرورة في الرز عشان ما يجيلهوش سوس. حطي الرز بقى في الملح علشان الملح ما يكلكعش معاكي وما يجمعش رطوبه ويبوظ منك. اللي قبل ما تسوي اللحمه حطي عليها خل، ده هيخليها تستوي اسرع. والخل انقعيه فيها لمده 10 دقايق قبل ما تسلقيها. البوكسات بقى بتاعت الدليفري يا جماعه عليها بيانات شخصيه، مهم جدا نشيلها قبل ما نرميها. برش عليها كحول بتختفي لوحدها من غير مدعك ولا اي حاجه، ونقدر ان احنا نرميها ونتخلص منها بمنتهى الامان. ازازه الزيت بقى، احسن طريقه عشان تنزلي وتخرمي ازازه الزيت ان انتي تخرميها بخله السنان. هتظبطي السعرات لو انتي من الناس اللي بتظبط السعرات، وفي نفس الوقت مش هتهدري زيت كتير وانتي بتفضيه. لفرط العنب جربي الطريقه دي ان انت تحطيه بين فوطه كده وتدعكيه بايدك، هتلاقيه يتفرد معاكي بكل سهوله زي ما انت شايفه. البيض بقى يا جماعه، لو انت مسافرتي او البيض عندك مركون بقاله فتره وعايزه تطمني ان البيض مش فاسد، حطيه كده على كاميرا الموبايل. لو النور دخله جوه يبقى البيض كله كويس، لو ما دخلتش وفضلت معتمه يبقى البيضه دي فاسده، نتخلص منها فورا. بالنسبه بقى للفلفل، كنتي عمرك كام سنه لما عرفتي ان الفلفل مش هنقطعه بالسكينه؟ احنا بنجيب صباعنا كده ونبتدي نضغط على الفلفلاية، هتبتدي تنزل وتقع معانا والبذر يتشال بمنتهى السهولة. لو بتخزني بقى بصل كتير، جربي الاول ان انتي تحرقي راس البصل كده بالشكل ده علشان يقعد معاكي فترة طويلة وهتلاقيه مش هيبوظ تماما. لو ايد المساحة عندك او المقشة بتتفك بسهولة كده، سخني جزء المعدن ده، طبعا لازم يبقى جزء معدن، وحطي فيه الايد وهي هتلزق فيه ومش هتتحرك تاني ابدا. الفكرة دي انقذتني من حاجات كتير، لازم تجربوها. خدوا بالكم بقى ان الفكرة الجاية دي امان لينا وامان للناس عامة. ازايز الزيت لازم ان انت تتخلصي منها زي ما انت شايفة كده. تحرقيها على اساس ان هما ما فيش حد يروح يستعملها تاني ويملاها تاني ويضر الناس. برطمانات العسل يا جماعة عشان تحافظي عليها من النمل اللي فيها فويل، الفويل بيمنع النمل انه يقرب لها وبتبقى محافظة عليها لأطول فترة ممكنة. دي كانت أفكار النهاردة. قوليلي بقى هتجربي أنهي فكرة منهم، وما تنسيش اللايك لو استفدت.